وتمثال رمسيس الثاني اللي شاف القاهرة وهي بتتغير جيل بعد جيل أخيراً رجع بيته الحقيقي وسط الحضارة اللي هو جزء منها. بعد رحلة نقل تاريخية سنة 2006 التمثال العملاق استقر قدام المتحف المصري الكبير كأنه واقف يستقبل كل اللي جاي يشوف مجده ومجد أجداده. المتحف المصري الكبير مش مجرد متحف، ده أكبر متحف أثري في العالم، بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية بتحكي قصة الإنسان من أول ما كتب على الحجر لحد ما بنى الأهرامات. وأول ما تدخل هتقف مدهوش قدام تمثال رمسيس الثاني، شايفك بنظرة فيها هيبة الملك وإصرار الملوك. ومن بعده تبدأ الرحلة، تشوف مجموعة توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة، القناع الذهبي والعرش والعربات الحربية اللي كانت مدفونة معاه من 3000 سنة، تشوف تماثيل الملك تحتمس الثالث وحتشبسوت وأمنحتب الثالث، كلهم معروضين بطريقة حديثة تخليك تحس إن هم لسه عايشين. وفي قاعة الحيوان المقدس هتلاقي تماثيل القطط والصقور والتماسيح، وكلها رموز للحياة والخلود عند المصريين القدماء. حتى الإضاءة هناك بتحكي حكاية، ضوء بيحافظ على الأثر وصوت بيعرفك قصته وشاشات تفاعلية بتخليك تمشي جوه التاريخ. المتحف المصري الكبير مش بس بيت أثر، ده وعد من مصر للعالم إنها لسه بتعرف تكتب التاريخ، بس المرة دي مش على جدران المعابد، لا ده على جدران المستقبل. أنا صفا دهب، واستنوني هاخدكم معايا في رحلة جديدة من رحلة صفا.